ضحكات وعاد قالت لي ملي كتكون الكفاءة ما كيهمش العمر. داك الضحكة راه عندها سر. خليناها فاش مشينا انا وقاسم باش نتبعوا الاثار ديال هادوك اللي خطفوا الدري الصغير. صافي دخلنا لوسط الغابه وبقينا متبعين الاثار ديالهم حتى وصلنا لواحد البلاصه، وحنا نسمعوا شي وحدين كيهضروا بواحد اللغه اللي ما مفهوماش. فقررنا اننا غنسكتوا الطوموبيل وغننزلوا نشوفوا شنو داكشي. صافي حبسنا الطوموبيل ونزلنا تمايا باش نشوفوا شنو داكشي، وبقينا غاديين هي كنتسللتو باش ما يحسوش بينا. بغينا نعرفوا شنو اللي واقع. بقينا غاديين كنتسلتو بلا ما يحسوا بينا حتى وصلنا لواحد البلاصه اللي قدرنا نشوفوهم منها، ولكن هما ما كيشوفوناش. كانوا 5 ديال الرجال لابسين واحد العبايات كحل وعاطينا بالظهر، وكانت في الارض شاعله واحد العافيه. جيت انا درت عند قاسم وقلت له وقيلا جينا للبلاصه الغلط، راه كيصوروا شي فيلم هنايا، بانوا لي هادو بحال داك الكهنه اللي كيكونوا في الافلام. جا شاف فيا قاسم داك الشوفه ديال واش نسيتي علاش حنايا هنايا، حنا وقيلا جايين كنقلبوا على الدري الصغير. صراحه انا ديك الساعات ما كانش ليا الضحك، ولكن كنت باغي نخفف داك التوتر وداك القلق اللي كان في داك اللحظه. وبالغلط سطنت على واحد الورقه ديال الشجر واللي دارت الصوت، فدار واحد منهم وجات عيني في عينيه. صراحه ما قدرتش نشوف الملامح ديالو، ولكن كاع اللي شدت عينيه كانوا كيلمعوا. جات عيني في عينيه كما قلت لكم. جاوا من شافنا قال هذوك اللي معاه هربوا. صافي تما غادي كيسبقوا، خرجت انا وقاسم بقينا تابعينهم حتى وصلنا لذاك البلاصه اللي كانوا واقفين فيها. وهنايا كانت الصدمه، كانت في الارض مرسومه واحد الدائره وفيها شي رموز غريبين، وفي الوسط كاينه الجثه ديال داك الدري الصغير، كان راسو مفصول على الجسم ديالو، وكانت دمياته مغرقه داك الدائره تقريبا كامله، غير داك الرموز اللي كانوا باقيين كيبانوا. داك اللحظه صافي تشوكيت انا وقاسم وما بقيناش فاهمين شنو اللي واقع. بقينا غير كنشوفوا في داك المنظر شنو هادو اللي قتلوا، كيفاش يديروا في دري صغير بحال هكا ويقتلوا بهذه الطريقه الوحشيه. داك اللحظه ما شعرتش براسي، وجبت السلاح اللي كان عطاني الوالد ديالي، صرجيت السلاح وتميت تابعهم. كنسبق انا وقاسم بقينا تابعينهم في وسط الغابه، تابعينهم حتى شفتهم من بعيد كيسبقوا في واحد الاتجاه. هزيت السلاح وبقيت كنتيري فيهم، ولكن للاسف ما قصت حتى واحد منهم. بقيت تابعهم انا وقاسم كنسبقوا حتى وصلنا للشارع الرئيسي. تما هما ركبوا في واحد الطوموبيله كانت من نوع الجيب ديال الدفع الرباعي، ركبوا كثيره. خرجت للشارع وبقيت كنتيري ولكن ما قدرتش نوقف الطوموبيل تقاصت بالقرطاس، ولكن ما قدرتش نوقفها واخا هكاك. صافي رجعت انا وقاسم للبلاصه اللي كانت فيها الجثه وطحت من نهار تمايا. ما نقدرش نوصف لكم الشعور اللي كنت كنحس به في داك اللحظه. صراحه كان واحد الشعور اللي خايب بزاف، واخا الطفل هذا ماشي بزاف باش عرفتو، ولكن كنت متعلق به لواحد الدرجه اللي ما تصوروهاش. ما عرفتش، حسيت بانني انا اللي خاصني نتقبلو، انا اللي خاصني نجيب له حقه. صافي عيط قاسم للبوليس، جاو البوليس لتمايا وتحركنا معهم للقسم باش نعطيوهم الاقوال ديالنا ونقولوا لهم شنو اللي واقع وداكشي. صافي تحركنا دخلنا مع المفتش، بقيت كنعطيه الاقوال ديالي وشنو اللي وقع، ونعطيو كلشي بالتفاصيل ازيرو من اللحظه اللي مشيت فيها باش نعطيه الماكله حتى اللحظه اللي تبعناهم بالطوموبيل. ولكن ما ذكرتلوش القضيه ديال السلاح باش ما نجبدش راسي شي مشكل. صافي منين خدا الاقوال ديالي قال لي واش شتي الملامح ديالهم، قلت له الصراحه لا، واخا كان الضوء ديال القمر ولكن وجههم ما كانش باين، كان داكشي ما ضاويش مزيان صراحه. صافي قلت له راه جات عيني في عينيه ولكن ما قدرتش نشوف الملامح ديالو. في داك اللحظه داك المفتش عصب وكيضرب داك الطبله اللي حداه بالجهد، قال لي عاوتاني يقدروا يفلتوا منها. شفت فيه داك الشوفه ديال كيفاش زعما عاوتاني يقدروا يفلتوا منها. قال لي هذا راه رابع طفل صغير غيتقتل وبنفس الطريقه وبنفس الوحشيه، وحنايا ما قدرنا نوصلوا لحتى راس الخيط فهاد 4 ديال الدراري اللي تقتلوا ب4 بيهم. في داك اللحظه زدت دمرت. انا شفت الجثه ديال داك الطفل الصغير اللي مات، واخا ما كنتش بزاف باش عرفتو وما قدرتش نتحكم في راسي. حراك 4 الاطفال صغار وبنفس الطريقه تقتلوا بنفس الوحشيه. ما نوصف لكم الصدمه اللي كنت فيها. صافي خرجنا من القسم من بعد ما عطيناهم الاقوال ديالنا، وما قدرتش نرجع للخدمه من بعد داك الليله الطويله اللي دوزت. فقررت غنمشي للدار. اتصلت بالخدمه وقلت لهم بلي راني مريض ما نقدرش نجي، ومشيت للدار. باش وصلت حتى والديا قلت لهم بلي راني عييت شويه في الخدمه، داكشي علاش ما كملتش هاد الليله وجيت باش نرتاح. صافي ما بقاوش كيسولوني بزاف، انا قلت لهم راني عيان. طلعت للبيت ديالي وحاولت نغمض عيني باش ننعس شويه، ولكن كل ما كنغمض عيني كتجي الجثه ديال داك الدري الصغير اللي راسو مفصول على الجسم ديالو حدايا. ما قدرت نغمض عيني حتى ثانيه،
وحسيت بحال شي حاجه لداخل فيا كتقول لي انت اللي خاصك تجيب الحق ديال داك الدراري الصغار بربعه بيهم. واخا انا ماشي من البوليس وما كاين حتى شي حاجه اللي كتربطني باش انني خاصني نحقق في الامر ديالهم ونجيب لهم الحق ديالهم، ولكن الضمير ديالي ما سمحليش وقلت ضروري انا اللي خاصني نجيب الحق ديالهم. فصافي قررت انني هي طلع الضوء ديال الشمس انا نرجع للبلاصه اللي مات فيها الدري الصغير ونحاول نقلب على شي دليل باش نقدر نوصل لطرف الخيط. صافي جا الصباح خديت الدوش ديالي كما العاده وهبطت خديت قهوه ومشيت سلمت على والديا كما كندير كل صباح راكم عارفين، وتميت خارج. جات هي الوالده ديالي قالت لي فين غادي فهاد الصباح كريمه موالفاركش كتخرج في هاد الوقت؟ قلت لها لا راهي عندي شي غرض مع الدري صاحبي نمشي نقضيه معاه وصافي. صراحه هي ما تيقاتنيش ولكن ما بغاتش تحكر عليا وقالت لي صافي الله يرضي عليك ولدي. صافي خرجت شي الطوموبيل ديالي وغادي محرك للبلاصه فين تقتل الدري الصغير. مورا ما وصلت لتمايا البلاصه اللي كان كيكون جالس فيها واحد الشعور اللي خايب بزاف، وبقيت كنتفكر داك الذكريات واخا هي ذكريات قليله ولكن كانت ذكريات مؤلمه. مورا ما وصلت لحتى البلاصه اللي كان كيكون جالس فيها كيبيع داك الكلينكس ديالو ما تقدروش تصوروا الشعور اللي حسيت به. واخا كانت الذكريات ديالي معاه قليله ولكن مع واحد الشعور اللي خايب بزاف. عاد الاول البارح كنت جبت له الماكله لتمايا ودابا هو الدري مات ومات موته اللي شانيعه راسو مفصول على الجسم ديالو. صافي زدت من تمايا باش ما نزيدش نتفكر داك الذكريات ودخلت وسط الغابه شق طريقي باش نوصل للبلاصه. فاش وصلت لتمايا بانت ليا واحد الطوموبيله ديال البوليس وقفت تما. صراحه استغربت شويه حيت راهم جاو البارح وخداو كاع الشيء اللي خاصهم من تمايا، ما توقعتش غيكونوا تما ولكن قلت صافي ماشي مشكل. حبست الطوموبيله ديالي وتمت غادي وانا غادي لتمايا البلاصه فين تقتل الدري الصغير وهي كتبان لي واحد البنت تمايا. البنت اللي كانت زوينه بزاف، كان الطول ديالها متوسط وكان شعرها قصير ودايره واحد النضاضر وكانت لابسه اللباس ديال البوليس. فقالت لي اش كدير نتايا هنايا؟ قلت لها راه انا هو اللي لقيت الجثه البارح. قالت لي مشرفين. قالت لي انا نورا المحققه نورا. قالت لي انت ايمن ياك؟ قلت لها انا ايمن. قالت لي راه انا اللي وليت شاده القضيه وشت فيها بحال هكا. قلت لها ماشي مازال صغيره على انك تكون محققه. بس هي ضحكات وقالت لي ملي كتكون الكفاءه ما كيهمش العمر. قلت لها عندك الصح ولكن شنو جايه انت كديري هنايا؟ قالت لي كاع ما كتبان فيك غبي زعما راك مهندس وخارج انت الاول الدفعه ديالك. قلت له باش عرفتي هاد المعلومات كامله؟ قلت لي واقيلا راه خدمتي هذيك راني محققه. قلت لها صح. قالت لي ولكن انت شنو جاي كدير هنا؟ مازال ما جاوبتينيش. قلت لها واخا انا عارض عليك القهوه يلا نمشيو نشربوا شي قهوه وغنقول لك علاش جيت لهنايا. راه ما بغيتش نبقى هنا بزاف عندي ذكريات خايبه مع هاد البلاصه هادي. قالت لي صافي واخا ماشي مشكل انا اصلا راه كنت غنستدعيك انت وقاسم حيت بغيت نسمع شنو وقع منكم. قلت لها صافي مزيان راه نيت نمشيو للبلاصه فين خدام قاسم وناخذوا قهوه من تما نيت ومنها نهضروا مجموعين. قالت لي واخا صافي سبقني وانا غنلحقك من الطوموبيل ديالي. قلت لها صافي واخا. صافي مشيت زدت الطوموبيل ديالي وتميت غادي بيها حتى وصلت للسطاسيون فين كان خدام قاسم. حبست الطوموبيل ديالي ونزلت تما وجات محققه حبست هي الطوموبيل ديالها وكنتسناها تنزل. دازت تقريبا شي 3 ديال الدقائق وهي باقا ما نزلات. فاستغربت شنو كاس هادي كدير في طوموبيلتها. واحد شويه وهي تنزل وكانت محيده داك اللبسه ديال البوليس اللي كانت لابسه قبيله ولابسه لبس عادي. قلت لها علاش حيدتي اللبسه ديال البوليس؟ قالت لي واش ما جيتش زوينه هكا ما عجبتكش؟ قلت لها لا ماشي هكا جيتي زوينه غير استغربت حيت حيدتي اللبسه ديال البوليس. قالت لي حنا دابا راه ما عارفين والو على هادوك اللي قتلوا الدري راهم يقدروا يكونوا في اي بلاصه ما بغيتش نريسكي خلينا نديروا التحقيقات ديالنا بشكل سري. قلت لها بصح عندك الحق. صافي دخلنا لداخل مشينا خدينا قهوه من لا ماشين ومشيت عند هذاك اللي في الريسبسيون باش نسولو على قاسم. مشيت عنده وسولتو عليه قال لي راه ما جاش للخدمه اليوم. مشيت انا قلت له واش كتعرف العنوان ديال دارو وقال لي صافي خدينا العنوان ديال دارو وقلت لها يلا نتحركوا عنده لدارو. مشينا عنده حتى للدار بقينا عليه وخرجنا قاسم وكانوا عينيه حمر ومنفوخين بيننا الليل كامل هو كيبكي. مشينا جلسنا معاه ولقيت عنده في الطبله التصوير ديالو الدري الصغير اللي مات. انا مازال كنقول له الدري الصغير لحقاش لحد الان مازال ما عارفش شنو سميتو. فسمعتني المحققه كنقول له الدري الصغير هي قالت لي راه سميتو عمران وراه الوالده ديالو توفات نهار اللي ولداتو
والاب ديالو اختفى فاش كان في العمر ديالو 5 سنين، يعني 4 سنين هادي دابا هو مختفي. ديك اللحظه بقينا جالسين كنفكروا. من بعد هادشي ما عاودنا لا التفاصيل ديال شنو وقع، ومنين تبعنا الاثار ديال الاخرين حتى الغابه وقلت لها حتى القضيه ديال السلاح ما خبيت عليها حتى حاجه هاد المره. صافي بدينا كنفكروا منين غنشدوا راس الخيط باش نقدروا نوصلوا لهم. وانا نتفكر باللي الشكل ديالهم فاش ضحكت مع قاسم قلت له راه كيشبهوا لشي كهنه، وقلت له علاش ما نمشيوش نشوفوا شي ساحر ونحاولوا نقولوا له داكشي اللي لقينا بل يكونوا هادو شي طقوس ديال شي حاجه. قال لي بصح عندك الحق، وحتى المحققه نورا وافقتني الراي. جاو قالنا قاسم بلي راه ديجا سامع على واحد الساحر اللي كاين في واحد البلاصه اللي قريبه من هنا، بعيده تقريبا مشي 20 كيلومتر ولا 15 كيلومتر بحال هكاك، وقلنا نمشيو عنده باش نسولو. صافي خرجنا داك الساعات شدينا الطريق وتمينا غاديين حتى وصلنا عند داك الساحر، وحنا ندقوا في الباب ديالو وهي تخرج عندنا واحد السيده لابسه النقاب. قالت لنا على ما كتسولو؟ قلنا لا راه كنسولو على الساحر الفلاني. قلنا راكم غالطين، راه ما كيسكنش هنا.